فلازم نعرف ان هذا الكيان صار غول، سيطر على امور كثيره، فصار الحديث عن قانون غرفه التجاره بحد ذاته شبح للمجالس. المجالس ممكن كانت تطير بسبب مناقشه قانون غرفه التجاره. فلما كلمني باخوي ومسي عليه بالخير اخوي خالد المونس قبل مناقشه تقرير اللجنه الماليه، لأن تواصل مع هم كذلك زميل واخو الاستاذ علي طرقي، كان عندهم بعض البحوث وبعض الاحكام في مساله غرفه التجاره، فقعدنا مسكنا تقرير اللجنه الماليه اللي اجتهدوا فيه الاخوان في اللجنه، وحطينا تقريبا 26 تعديل. 26 تعديل هذا ابو محمد لما جينا في قبل الجلسه بيومين، انا ما ابي اقول استغربت، بالعكس يعني اخواني النواب اقبالهم كان يعني مفرح. اكثر من تقريبا 44 نائب وقع وياي على التعديلات اللي تقدمنا فيها، قاعد تتكلم عن 44 نائب في قدموا 26 تعديل، فلما دشينا الجلسه كنا مستعدين بشكل الاغلبيه المريحه بالنسبه لنا انه يطلع هذا القانون بشكله على الاقل الى اقرب للمثاليه. احنا كانت عندنا مشاكل، احنا مو مشكلتنا مع التجار. تاجر نظيف احنا بندعمه، وهذا المفروض سواء كان تاجر كبير ولا تاجر صغير، بس لان اللي كانت تسوي غرفه التجاره في هذيك الفتره تحت سكوت والمساحات اللي تركت لها وزاره التجاره، قاموا ياخذون اشتراكات بشكل الزامي بدون لا يعطون عليه، يروح مسكين التاجر الصغير يروح يدفع اشتراكات سنويه لكن ما يستفيد دينار واحد، ويدفع على كل معامله ولا كل شهاده مطلوبه الدوله تطلب تقول له غصبا عليك روح يجيب لي من غرفه التجاره يجيب لي هذه المعامله. كانت الفلوس هذه تدخل بدون لا يكون لها مردود، ما يدري حتى المسكين المستثمر الصغير ولا التاجر الصغير ما يدري ليش قاعد يدفع كل هالفلوس، ليش يجيب له الشهاده من غرفه التجاره؟ زين شنو قاعد تعطيني غرفه التجاره؟ ناهيك عن الهيمنه اللي صارت في الناحيه التجاريه بكل اجنحه الدوله. فلما جينا وقلنا لا لازم نوقف هذه الهيمنه ولازم نرد، احنا نبي ترجع هذه المنظومه تحت مظله الدوله. فجينا وعدلنا وحطينا فيه ملاحظات كثيره، لكن في بعض الملاحظات اللي ممكن تكون مهمه. طريقه تشكيل هذه مجلس ادارته، تخيل كانوا ينزلون 12 عضو، بعد سنتين ينزلون 12 ثانيين، ال 12 اللي داخلهم يدعمون ال 12 اللي وراهم، وتمشي العمليه 12 واحد 12 واحد 12 واحد، هم مسيطرين على القرار، حتى ما في مساحات حق الشباب انه يدخلون، يعني حتى اذكر صار في يعني اصحاب المشاريع المتوسطه وصغيره حاولوا انهم يخترقون ما قدروا لان الهيمنه كانت يعني مبالغ فيها. فكنا بشكل مباشر كنا حريصين انه يكون التشكيل بشكل مناسب عشان يكون لصغار المستثمرين دور مباشر في